لو نويت وهتبدأ كيتو، في كام غلطة المعظم بيقعوا فيها وبيخربوا عليهم الدنيا. الغلطة الأولى، كيتو من غير خضار. في ناس بتفهم الكيتو غلط وتاكل لحمة بس طول اليوم، بس الحقيقة الخضار الورقي مهم جدا علشان الألياف والمغذيات، والورقي بالذات علشان النشويات فيه قليلة، وده هيحميك من الإمساك المزمن اللي بيشتكي منه معظم الناس اللي على الكيتو. الغلطة التانية، قلنا 70% دهون، ودي دهون كتير قوي بصراحة، فمهم قوي دهون من أنهي نوع. في ناس بتفكر إنه طالما على كيتو يبقى من حقه ياكل مقليات وزبدة وسمنة بلدي طول الوقت، والحقيقة إن هو ده اللي بيخلي الكيتو يتسبب في ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، ويأثر على صحة القلب والشرايين، ونبقى بنصلح من هنا ونبوظ من الناحية التانية. الدهون الصح لازم تكون ما بين زيت جوز الهند، زيت الزيتون، الافوكادو، والاسماك الدهنيه زي السلمون والسردين والمكرل، والسمنه البلدي والزبده. دي دهون جميله لكن لازم ما تعديش 10% من الدهون اللي الشخص بيستهلكها. الغلطه الثالثه، الجفاف. لما الجسم بيخسر النشويات بيخسر ميه واملاح كمان، ونقص الميه والاملاح يعني خمول وصداع وكسل، فمهم تشرب ميه كتير وتزود شويه صوديوم ومغنيسيوم من اللي بيتاخدوا من حاجه زي ملح الهيمالايا. الغلطه الرابعه، كيتو من غير تنظيم سعرات، لانه حتى لو كيتو السعرات بتفرق، وعلشان كده قلت في اول الفيديو نحسب الاحتياجات الاول وبعدين نقسمها. لو بتاكل اكتر من احتياجاتك مش هتخس، بالعكس ده في ناس بتتخن على الكيتو علشان كلت اكتر من احتياجاتها. الغلطه الخامسه، التسرع والوزن مش بينزل. في ناس توزن نفسها كل يوم وتتجنن. لازم تدي جسمك وقت، اسبوع اصلا كبدايه علشان جسمك يدخل في كيتوزز اصلا، وبعدها هتاخد وقت علشان تحرق الدهون. ده ساعات الميزان بيبقى ثابت علشان الجسم بيحبس ميه، لكن الدهون فعليا بتنزل.